في الحرب بنشوف حاجات كتير بتأثر فينا بقية حياتنا، لكن أكتر حاجة أثرت فيا كانت الحاجة اللي ما قدرتش أشوفها. أنا كنت في حرب 73 وكنا ضمن الجيش التالت اللي الإسرائيليين حاصروه من كل ناحية. في نفس الوقت ده كان المفروض أبعت رسالة مهمة من السرية بتاعتي للسرية التانية، فعشان اتنقل ما بين السريتين في حبل المفروض بتفضل ماسك فيه وتمشي معاه عشان ما تضيعش وتلاقي نفسك في ايدين الأعداء ولا حاجة. بس أنا استهترت لما لقيت الدنيا واضحة قدامي وقلت كده كده شايف الحبل، مش لازم أفضل ماسكه طول ما أنا ماشي. وبعد فترة من المشي وأنا مش ماسك الحبل، فجأة سمعت صوت خطوات كأنها بتحاول تقلد صوت خطواتي، بس في فرق توقيت بسيط خلاها عامل زي صدى الصوت. بصيت ورايا مسروع، ما لقيتش حاجة. بصيت قدامي ولسه بكمل مشي، لقيت الحبل اللي المفروض اني ماشي معاه اختفى. فضلت ادور عليه وحاسس على الرملة، لكن مهما اعمل مش لاقيه، مهما ادور مش لاقي اي حاجة خالص. ولما لقيت مفيش فايدة من التدوير والوقت بيعدي والدنيا بتضلم، قررت احاول افضل ماشي في نفس الاتجاه اللي اظن كنت ماشي فيه قبل ما الحبل يختفي، وانا بدعي ربنا يكون ده الاتجاه الصح. فضلت ماشي شوية وبعدين سمعت صوت الخطوات ورا خطواتي على طول، كأن حد بيتسحب ورايا ويحاول يخبي صوت خطواته في صوت خطوات انا. بصيت ورايا فجأة وبرضه ما لقيتش حاجة، بس المرة دي لأ، المرة دي خدت بالي من حاجة غريبة. في آثار خطوات أصغر من آثار خطواتي مستخبية فيها، مش آثار خطوات رجل ولا بيادة، دي خطوات حوافر ازاي؟ ومفيش هنا حواليا اي حيوانات، مفيش اي حاجه حواليا اقدر اشوفها. الدنيا ضلمت وما بقاش عندي اي فكره انا ماشي فين ولا رايح على فين. الافكار دي كلها بدات تخوفني وقررت امد شويه، مع اني كنت تعبان ومحتاج احافظ على كل الطاقه اللي كانت عندي. بس اول ما مشيت سمعت صوت الخطوات تاني على طول، والمره دي كانت اوضح وابطأ مني بكتير. ساعتها انا جريت، فضلت اجري زي المجنون وانا بعيط وسامع صوت الخطوات بتجري ورايا، وخايف اي لحظه كنت دخلت منطقه العدو ويستقبلوني بطلقه في الراس مثلا. بس كل اللي كان في دماغي اني لازم اجري، لازم اهرب. حسيت ان ما ينفعش اسيب ايا كان الشيء اللي بيلحقني يمسكني، لان ايا كان اللي هيعمله فيا فهو اسوأ بكتير من اي طلقه. بس الخطوات كانت بتقرب وانا كنت ابتديت اتعب. صرخت في هلع لما حسيت بالخطوات ورايا على طول، وفجأة حسيت بحافر بيخبط على راسي من ورا. كل حاجة قلبت اسود. صحيت والنهار طالع، دايخ وعطشان، مش قادر اتحرك، جسمي كله رملة وبيحرقني. قمت بالعافية، ببص قدامي لقيت السرية بتاعتي، بتلفت ورايا بسرعة متوقع اشوف ايا كان الشيء اللي كان بيطاردني قبل ما يغمى عليا، لكن لقيت حاجة اسوأ. انا ما فهمتش ولا فاهم لحد النهاردة ليه وازاي، ولما حكيت لزمايلي في الوحدة محدش صدقني. انا لما صحيت لقيت ورايا اثار جر واصلة المكان ما فقت، وجنبها اثار حوافر، اثار ممتدة لحد ما عيني تقدر تشوف. قعدت بعدها ما بتكلمش فترة، ومهما يعملوا فيا رفضت ارجع اوصل اي رسالة. في حاجات في الحرب ما بنشوفهاش، ومع ذلك بتكون موجودة وبتفكرنا ان في مناطق في الصحراء مش بتاعتنا احنا.